السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زكريا أبو خلال لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم يتعرض لهجمة شرسة من أشباه الصحفيين الذي وصفه بأنه يروج للسلفية داخل المنتخب الوطني، وعلى ما يبدو أن الصحفي قد أوجعه سمو أخلاق أبو خلال والحب الذي يحظى به من قبل المغرب والمغاربة، الذي أصبح نموذجا للشباب العربي المسلم وقدوة لباقي الشباب للتمسك بالهوية المغربية الإسلامية وتمثيل المغرب بأحسن تمثيل. فقد قدم زكريا أبو خلال مع باقي لاعبي المنتخب المغربي رسالة إلى الشعوب بأننا بالأخلاق العالية نسمو، برضا الله ورضا الوالدين نرتقي، فجعلوا العالم كله يتحدث عن أخلاقهم وإنجازهم الغير المسبوق. ونفت الجامعة الملكية المغربية نفيا قاطعا كل الادعاءات التي طالت زكريا أبو خلال، وأشادت بالسلوك المثالي لزكريا أبو خلال وباقي لاعبي المنتخب المغربي، كما أدانت الجامعة الادعاءات التي تمس بشخص وسلوك لاعب المنتخب المغربي، وعلى تتبع كل المساطر القانونية لضمان حقوق كل عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم، ودحض كل الادعاءات الباطلة التي تمس سلوك وحياة العناصر الوطنية التي شرفت كرة القدم المغربية في المحفل العالمي. وبدوره المجلس الوطني للصحافة استنكر سلوك الصحيفة المذكورة ونبه إلى الانسياق وراء الإثارة المجانية، كما لقيت الصحيفة استنكارا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي والتضامن مع اللاعب الخلوق زكريا أبو خلال. كما نشر نادي تولوز على موقع الرسمي تدوينة يعلن فيها التضامن مع اللاعب زكريا أبو خلال. ولا يفوتنا أن نبارك لهذا اللاعب زواجه، وأن نسأل الله أن يبارك في حياته الشخصية وفي مسيرته الكروية. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.